النادي الأهلي طلب رسمي التعاقد مع محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز للإعارة بنية البيع للتواجد معاه في كأس العالم للأندية. الإعارة هتكون بمبلغ 500 ألف دولار مع وجود نية البيع بمبلغ 2.5 مليون دولار، ولحد دلوقتي مفيش أي رد من نادي بيراميدز أو اللاعب. مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي بيطالب الأهلي ب 200 مليون جنيه باقي مستحقاته. مارسيل كولر بقيله موسم كامل وشهرين من الموسم الحالي. مارسيل كولر كان بيتقاضى 250 ألف دولار بما يعادل 13 مليون جنيه. مارسيل كولر بيطالب الأهلي بموسم كامل وشهرين من الموسم الحالي بحوالي 3 مليون و500 ألف دولار بما يعادل 200 مليون جنيه مصري. الأهلي بيحاول يحل المشكلة ودي، والمدرب رافض وعايز بقية مستحقاته. وأخيرا نادي الزمالك أرسل خطاب رسمي لنادي بيراميدز بالموافقة على تأجيل نهائي كأس مصر اللي كان مقرر له يوم 20 مايو. بيراميدز كان طلب التأجيل نظرا لأنه عنده مباراة يوم 17 مايو في الدوري، وعنده مباراة الذهاب مع سان داونز يوم 24، وعنده مباراة العودة يوم 1 يونيو. الزمالك أرسل خطاب رسمي بالموافقة على تأجيل نهائي كأس مصر لأول شهر يونيو. السلام عليكم.